السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد في قناة حلويات اسماء. فيديو اليوم ان شاء الله بدون حليب، غنحضروا كروس ولا بريوش كيجيو خفاف ورائعين لا في الشكل ولا في المذاق بدون تعقيدات. تبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا معايا على المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه نحتاجوا معلقه تاع الخميره تاع الدار، غادي نضيف عليها معلقه تاع السكر سنيده، غادي نضيف كأس ونصف تاع الماء عبار كأس العنبة، صافي غادي نخلط مع المكونات مع بعضياتهم. غادي نغطيهم ونخليهم حتى يتفاعلوا لنا واحد المده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. بعد ما تفاعلت الخميره مع السنيده مع الماء اللي درنا في الاول، غادي نضيف عليهم الفانيلا، غادي نضيف كذلك 2 معالق تاع السكر سنيده، ضامن بالنكهه تاع الفاني، ونضيف نصف كأس تاع الزيت عبار كأس العنبة، جوج بيضات، خديت غير بيضه والبياض تاع البيضه، غنحتفظ بصفر بيضه حتى الاخير. صافي غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجموا لينا. من بعد ما خلط المكونات مع بعضياتهم غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع في العجين. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه، انا كنضيف الدقيق بالتدريج حتى تجمع ليا العجين. صافي في هذه المرحله بعد ما كتجمعنا كتكون كتلتصق في اليد كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقاو ندلكو فيها بهذا الشكل باش نتاكدوا ان جميع المكونات انسجموا مع بعضياتهم، والدقيق نسجم مع المكونات كذلك. بعد ما جمعت العجين كيف ما كتشوفوا معايا كتكون رطبه على هذا الشكل، كتكون كتلتصق في اليد. دهنتها بواحد شويه تاع الزيت، غادي نغطيها بلاستيك غذائي. صافي وغادي نخليوها في الجنب حتى تخمر لينا ويتضاعف الحجم تاعها، وندوزو بنشكلوا البريوش ولا كروس اللي غنحضروا اليوم. بعد ما خمرت لينا العجين كيف ما كتشوفوا معايا غادي نفرغ فيها الهواء اللي تشكل فيها داخل، وندهن يدي بشويه تاع الزيت. حيد من الهواء اللي تشكل فيها في الداخل. صافي غندهن يدي بشويه تاع الزيت كيف ما قلت لكم، وغادي نبدا نشكل في بريوش لا كروس تاعنا بهذا الشكل. بالنسبه للحجم، الحجم اللي بغينا واش متوسط ولا صغير كنقادوهم باش يجيونا مقادين في الوجه تاعهم. ناخذ لاطه اللي وضعت فيها الورق تاع الفرن، غادي نضع فيها بهذا الشكل الكروس تاعنا، كنقادوهم الجوانب اللي باتنا مقاداش. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كنقادوها الا كانت ما مقاداش باش يجينا الشكل تاعهم مقاد.
صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونرجع لكم. بعد ما قاديت البنات الكميه كامله اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نبسط الوجه تاعهم بهذا الشكل، غير شويه من الفوق هكا. صافي وغادي نغطيوهم ونخليهم حتى يخمروا، يعاودوا يخمروا لنا شويه، عاد ديك الساعه ندوزو باش نطيبوهم. بعد ما خمرات لينا البنات، خمر لينا البريوش لاكروس كيف ما كتشوفوا معايا، دهنتو الوجه تاعو بشويه تاع البيض اللي احتفظنا به في الاول. غادي نزين باللوز ايفيلي هكا من الفوق. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، اللي متوفر عندكم الزنجلان ولا لوز ايفيلي ولا كاوكاو كونكاسي. انا غادي نزين النص باللوز ايفيلي والنص بالكاوكاو كونكاسي. صافي غادي ندخلها الفران اللي مشعل من قبل على 170 درجه. غادي نشعل الفران غير من التحت حتى يطيبوا لينا، غنشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي تاع البريوش ولا الكروس اللي حضرنا اليوم. من بعد ما طاب بنات البريوش كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي هذا هو الشكل النهائي تاعو. كيجيو كيف ما كتشوفوا معايا مقطنين وخفاف من الداخل. انا نقطع لكم وحده باش تشوفوا معايا كيفاش كيجيو. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو من الداخل خفاف وكيجيو هشاش. كنتمنى تجربوهم حتى نتوما وينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.